السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اصحابي؟ ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب يكونوا بخير. تعالى مع بعض نعمل النهارده طريقة عمل تخليل الزيتون. زي ما انتوا شايفين طريقة جميلة جدا، والبرطمان شكله جميل وشاهي جدا، شكله تحفة. تعالى بينا نعمل الطريقة. زي ما انتوا شايفين انا معايا 2 كيلو زيتون، العجازي مش التفاحي اللي هو بيتعمل ببعضه، ما بيتشققش ولا بيتفدغ ولا اي حاجة. زي ما انتوا شايفين ده شكله. مهاش الحباية الكبيرة المدورة اللي هي التفاحة الكبيرة، لا، ديت اللي اسمها العجازي. انا جبت الزيتون غسلته غسلة محترمة. غسلته ازاي؟ غسلته كذا مرة ونقعته في المية كذا مرة وقمت شطفاه. كررتها بتاع 3 4 مرات. سبته يتصفى في قلب المصفى. بدأت ان انا جبت كام ليمونة من كبار. عصرت يعني تلت كوباية ليمون. ومعايا شققت 4 ليمونات، وده ملح خشن اللي هو ملح البحر، ده ملح خشن. جبت كوباية جبت ملح من عند العطار. وبشرت جزر زي ما انتوا شايفين. طبعا منزلكم وصفة قبل كده في بداية القنوات بتاعتي في القناة. وهنا معايا شطة انا غسلها كويس جدا. الشطة دي حرة حرة قوي يعني. شطة حمرا على خضرا على صفرا ملخبطة اهي. وهنا ليمون، الليمون دوت انا سلقته. ومية السليق بتاعتها انا هعمل بيه الزيتون، املح بالزيتون. انا كام زيتونة كده بس يديلي طعم. اللي حابب ياكل ليمون مع الزيتون. وده مية الليمون اهو. يا دوبك اديت لهم غلوتين كده قمت طافيه عليه. وسبته يبرد خالص. لما برد ده اهو بقول لكم من الليمون بتاعي. طبعا انا مش هرياه، لا، انا هعطيه له غلوتين 3 كده قمت طافيه عليه. شلت الليمون حطيته في طبق. وبدات ان انا سبت ميه الليمون ديت اللي انا غاليه فيها الليمون يبرد. تمام كده. بدات ادوب فيها كوبايه الملح. طبعا انا حطيت كمان نص كوبايه ملح كمان. تمام. يعني انا حاطه في المقدار دوت ال2 كيلو حاطه فيها كوبايه ونص ملح خشن. الاختبار ده اختبار البيضة. البيضة كده ما دام عملت فوق الوش خلاص يبقى الملح ده في قلب المية والملح مظبوط في المية بتاعتي. تمام كده. اول حاجة جبت طبق حطيت فيه الجزر. وابدا احط الشطه. طبعا الشطه ديت انا نسيت اصلا وعملته ببعضه، بس هو المفروض كنت اشيل الاقماع بتاعته. انا قصيته اهو، شلته بالسكينه. تمام كده. هتلاقي فيه كام واحدة كده هاخدها اعملها بالسكينة. في ناس والله بيعملها ببعضها، بس انا مش عارفة، انا شلتهم صراحة مش عارفة ليه. اهو نزلت بالزيتون بتاعي. وهقلب بقى الزيتون مع الجزر. طبعا في ناس بتحط اللي هي الحبة السوداء، وبيحط حاجات كتير في قلبها. طبعا انا ماليش في الكلام ده خالص. هو اخري الزيتون، زيتون وشطة وليمون وملح. ما بحطش اكتر من كده. زي ما انتم شايفين انا ملخبط. هاخد حبة زيتون مع جزر مع الشطة. احطه في القاع كده وابدأ بشرايح الليمون. والليمون اللي انا سلقاه اخد حبة بحبة، يعني كل شوية حبة زيتون بشطة بجزر مع كام ليمونة مع شرايح ليمون احطهم في النص. وظبط ال- البرطمان بتاعك. البرطمان ده برطمان ازاز انا غسلاه بميه سخنه معقماه ميه سخنه بتغلي. وسبته يصفى خالص. طبعا يعني انت ما تشتريه او انت عيناه تغسليه كويس جدا. وبعد ما تغسليه تعقميه بميه مغليه. لا ميه من الكاتل غلياه، لا الا ميه من الحنفيه انت غلياه من السخان عادي. انا كده حطيت الزيتون زي ما انتم شايفين شويه ليمون في النص. انا عملت 3 طبقات ليمون. ليمون اللي انا سلقاه. وحطيت شرايح الليمون زي ما انتم شايفين بالشكل دوت. هما كانوا شويه اخر شويه ليمون. تمام كده. يبقى انا ملحت معاكم اهو زيتون اخضر. وبرضك عامله بردك في فيديو تاني بردك عامله بردك زيتون اسود. هوريكم بردك الطريقه في فيديو جاي باذن الله. هنا احط بقى العصير الليمون القشر بتاعه هحطوه اقفل بيه البرطمان بتاعي. لازم تقفلي البرطمان بتاعك بقشر ليمون او بليمون.
شرايح ليمون اللي انت عايزاه. هنا حطيت حبة الليمون دول واخدت القشر بتاعهم حطيته من فوق الوش، علشان انا حاطه الميه دي بليمون، فانا مش هحط الاتنين. في ناس بتقول لي ايه ده ميه الليمون اللي انت غليتيه فيها هتمرر. قلت لهم لا عادي مش هتمرر ولا حاجه، هي انتش سلقه كتير اخده منه المراره، لا انت دوبك اديتله غلوتين 3 كده بس وفصلتيه، فمش هياخد منك كتير وقت في الغلوان وينزل مراره. تمام كده. ظبطت حدقي وظبطت كل حاجه ونزلت بالبرطمان بتاعي اهوت كله، ظبطته بالميه بتاعتي. طبعا شكله زي ما انتم شايفين شكله جميل جدا، شكله حلو قوي اهو. ظبطت كده وقلت مهز كده البرطمان بتاعي عشان الميه بالملح تنزل. وتظبط كده مع الزيتون زي ما انتم شايفين. هنا اتاكد بقى ايه الدنيا تمام، الزيتون نزل والميه مظبوطه، بهزه يمين وشمال كده بس. وبدأت حطيت ايه الميه بتاعتي خلاص. هبدأ اجيب كيس سلوفان اللي هو اللي هو ستريتش لاب، اقفل بيه البرطمان بتاعي. عشان ما دخلوش هوا، ما يعملش فوق الوش كده طبقة عفونة وش ابيض او حاجة، لا حدق مظبوط، الملح بتاعي مظبوط. هنا هيقعد معايا فترة طويلة مش هيجراله اي حاجة خالص زي ما انتوا شايفين الشكل اللي انتوا شايفينه دوت. اقلب يمين وشمال اخده كده من فوق لتحت كده بايديا عشان اتاكد الدنيا تمام. حسيت البرطمان بيسقط منه ميه، قلت ايه ما اتاكد من تقفيله، طبعا كمني ايدي ما مبلوله ميه بملح وكده، فما كانش البرطمان حاسه ان هو مش مقفول حلو. اتاكدت خلاص وكده تمام، البرطمان بتاعي بقى في منتهى الجمال. طبعا ملحت الزيتون الاسود وملحت زيتون اخضر، طبعا انزل لكم فيديو الزيتون طريقه الزيتون الاسود بملحه ازاي، طبعا مختلفه جدا عن طريقه الزيتون الاخضر، مختلفه جدا. كده ملحت معاكم الاتنين اهوت، وملحت كمان معاه ليمون، ده يقعد معايا فتره طويله. انا كنت قبل كده عملت معاكم الزيتون المشقق وده الليمون التاني. اشوفكم في فيديو جديد.